بألمانيا النصيحة رقم 7 هي الخبرة ثم الخبرة ثم الخبرة. حتى إذا كنت أنت عم تدرس جامعة هون في فصل كامل بالفصل الخامس هو فصل لحتى الواحد يشتغل بشركة يلم خبرة فيها. يعني أنا بالفصل الخامس اشتغلت بشركة هندسة مدنية بالمطار اللي هي طلبت تقريبا سنة ونص عندهم كمتدرب بعدين كطالب وهلا كمهندس مدني. وهالشغلة كتير مهمة لأنه أنت بدون خبرة ولا شيء. أنا لو متخرج ما عندي خبرة أبدا كتير صعب كان إنه أي شركة تقبلني. لهيك الخبرة كتير مهمة. وبالفصل الخامس فترة البراكتيكوم اللي هي يعني الفترة اللي بتلم فيها خبرة بتكون أنت عم بيعطوك راتب كتير رخيص. ليك الشركات بتاخدك من الأصل يعني. لما انت تبلش فورا كطالب او كذا اصعب. فلهيك هي النصيحة يعني بدي اعطي عليها شوي وقت زيادة. قد ما فينك حاول تعمل الشروط لحتى تقدر تبلش بالبراكتيكوم وتبلش فيه يعني بأبكر وقت ممكن. لأنه السنتين ونص الخبرة اللي لميتهم بالمطار هي بصراحة يعني بتوازي كمية المعلومات اللي تعلمتها بالجامعة. لأنه شفت كل شيء بعيني صار عندي خبرة بكتير مواضيع. فلهيك هي النقطة يعني بدي اياكم تركزوا كتير عليها. انه قد ما فيكم بلشوا بكير بموضوع البراكتيكوم. واغلب الفروع الجامعيه يعني اغلب فروع الجامعه هم بالمانيا فيها هذا الفصل التجريبي او البراكتيكوم سمستر قبل السمستر. لهيك قد ما فيكم بلشوا فيه بكير وخلصوا شروطه بكير. نصيحه